ما دخلوش مدارس ولا شافوا تعليم، وفي منهم اللي اكتفى بالإعدادية والابتدائية، لكن على الرغم من كده بقوا أهم 5 نجوم في مصر، وعملوا فلوس على قلبهم زي الرز، وحساباتهم في البنك مش بالجنيه المصري، لا دي بالدولار، وثروتهم تخطت المليار. يا ترى مين هم الفنانين دول؟ ده اللي هنعرفه سوا في الفيديو ده. الأولى هي صوت مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب، واللي كشفت في لقاء تلفزيوني سابق ليها إنها ما كملتش تعليمها، وده لأنها في سنة 92 لما حصل أكبر زلزال في مصر كانت في المدرسة، ومن بعدها بقت تخاف تروح، لدرجة إن مامتها لما كانت بتوديها شيرين كانت بتهرب بعدها وترجع لوحدها على البيت، وهنا مامتها أخدت قرار إنها تقعدها من المدرسة. شيرين ندت أشد الندم على اللي هي عملته ده، لكنها أخدت قرار بإنها تعوض ده في بناتها ودخلتهم مدارس لغات، وقالت إن لو رجع بيها الزمن كانت كملت تعليمها. رقم 2 هو الفنان محمد رمضان، واللي لسه في سنة أولى جامعة، ورغم النجاحات الكبيرة اللي حققها في الدراما والسينما، فالشهادة الرسمية اللي معاه هي الثانوية العامة، وبقاله 5 سنين في المعهد العالي للفنون المسرحية، بس كل سنة بيسقط وبيبرر ده وبيقول إنه مش فاضي، وطول السنين اللي فاتت ما كانش في دماغه التعليم من الأساس، وكل اللي كان بيركز فيه هو الشغل وبس، وإنه مش متضايق إنه ما كملش تعليم لأنه بقى نمبر 1، واختتم كلامه بإن اللي اتعلم ما استفادش أي حاجة. رقم 3 هو الهضبة عمرو دياب، واللي الشهرة جريت وراه وهو في السنة الأولى من معهد الموسيقى العربية، عشان كده قرر إنه يركز في مستقبله الغنائي والفني وما كملش تعليم، وفضلت معاه الشهادة الثانوية وبس. لكن بعد ما بقى نجم كبير في الوطن العربي طور من نفسه وتعلم أكتر من لغة، وده عوضه عن إنه ما كملش تعليم. رقم 4 هي الفنانة علا غانم، واللي هتستغرب جدا إن معاها الثانوية العامة بس، وإنها ما كملتش دراسة جامعية، وده لأنها بتتكلم إنجليزي بطلاقة. ده غير إنها عايشة معظم حياتها برا مصر، وعشان كده هي شايفة إن موضوع الدراسة مش مؤثر عليها، وإنها كملت حياتها من غيرها عادي وبقت نجمة كبيرة. أما آخر واحدة فهي الفنانة يسرا، واللي كانت من عيلة فنية أبا عن جد، كانت مهتمة بالموسيقى والتمثيل أكتر من الدراسة، وفضلت إنها تكمل في المجال ده على إنها تكمل دراستها. دلوقتي يجي دوركم تقولوا لنا، لو تعرض عليكم تسيبوا التعليم مقابل النجومية هل هتوافقوا؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.